كان فكر فيها وجابها مكتوبة من البيت تاعو. دخل المكتب تاعي وقدم لي الاستقالة. غدا في الصباح تنقلت أنا والسيد صفار إلى البيت تاعو لمدة حوالي 20 دقيقة وحنا البيت، ولكن لا أحد يرد علينا أمام البيت تاعو، حتى في الهاتف ما كانش يرد. تنقلنا إلى المكتب عند رئيس مجلس الإدارة ودرنا ان كومونيكي باللي الفريق يرفض الاستقالة تاع سنين تاع كارثة. هل نحن بحاجة إلى حرب؟ ما بغيتوش تحشموا، ما بغيتوش تنعلوا الشيطان، ما بغيتوش تفهموا باللي هذا الملف تاع الصحراء المغربية خلاص انتهى. بلادهم هذه بلادهم، هذه بلادهم. احنا الصحراء تاعنا فيها 2 مليون دو كيلومتر كاري. واش درتوا فيها؟ واش درتوا فيها انتوما؟ مخلاف انكم تجبدوا الخيرات نتاع بلادها وتاع بلادنا وتمسلوها للخارج. واش درتوا شبابنا ومواطنينا في الجنوب الجزائري في الصحراء؟ واش دخلكم انتوما بهذه الصحراء المغربيه؟ واش دخلكم انتوما في بلد الجار؟ علاش باغيين تقصفوه؟ يا مكارين الخير. قرار استقالة غاريدو أثار حالة من الحزن والقلق داخل الأوساط الرياضية الجزائرية، إذ يعتبر المدرب الإسباني من بين أبرز المدربين الذين قادوا الفريق إلى تحقيق إنجازات هامة، وكان من المتوقع أن يقود اتحاد العاصمة إلى النجاح في المنافسات المحلية والإفريقية. يأتي رحيل غاريدو ليزيد من التحديات التي يواجهها اتحاد العاصمة، خاصة بعد الإقصاء من كأس الكونفدرالية الإفريقية، مما قد يؤثر على استقرار الفريق وأدائه في المباريات المقبلة. هنا ونحبس باسكو نديكلونشي ما نحبش. اليوم راني صح راني منرفي شويه لان او يخرج الشتاء عنده 5 سنوات ويخرج ماشي من اليوم، مازال خير لقدام ان شاء الله. انا فهموني حاجه، انا ما نعرفش فوتبال، ما نعرفش بصح قاعد نتبع نشوف، قلت واقيلا نتعلم. لا ريسبونسابيليتي ال ريفيا على بيرسون اللي ديسيداو. مانيش عارف شكون هذا المسؤول هذايا اللي ديسيدا تقعد هكذايا اليوم هو يتحمل المسؤوليه. يشار إلى أن الإعلام المغربي لم يستبعد احتمالية انضمام كارلوس غاريدو إلى أحد الفرق المغربية الكبرى، نظرا لخبرته الكبيرة في التدريب ونجاحه السابق مع الأندية المغربية. ويذكر أن غاريدو قدم استقالته من تدريب نادي اتحاد العاصمة الجزائري بعد يوم واحد من تأكيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خسارة الفريق الجزائري ذهابا وإيابا أمام نهضة بركان ب6 أهداف دون رد. قال لك الخريطة وهمية، أنت قلت وهمية من حقك، ولكن لما تقول على خريطة وهمية ما تنساش بلي أنت راك تساند في جمهورية افتراضية، جمهورية ما عندها، احنا باش نتكلموا بكل موضوعية، ولهذه الخريطة وهمية. ولك تروح للمغرب تقول لهم باغي رايح للعيون، نروح للعيون، تصيب الشافعي، تصيب كذا، تصيب الدرابو تاع المغرب، مش نحب شي وهمي. أما أرواح تقولوا باغي نروح للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، اديني ليها، اديني كيف دونك انت ما سمحتوا في اراضي جزائريه غير راح الجمهوريه، ورونا باسبور، ما عندهم لا باسبور، حتى الباسبور اللي دايرينه، انا عندي باسبور البوليزاريو في الجزائر رفضوا لهم. جا الممثل تاع البوليزاريو في جنيف، جا داخل به في المطار تاعهم، رفضوا له، قال ما استعرفوش به. دونك البوليزاريو ما عندوش باسبور، عنده عمله صعبه ما عندوش، عنده مؤسسات ما عندوش. تعكس هذه الأزمة تعقيدات العلاقات بين المغرب والجزائر، إذ إن القضية لم تقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل امتدت لتشمل الصراع السياسي المستمر بين البلدين. أزمة خريطة المغرب التوتر وأثرت على المشاركة الجزائرية في المنافسات الإفريقية،
من جانب آخر، اعتبر الإعلام الجزائري أن الأزمة كشفت عن ضغوط سياسية واقتصادية يمارسها المغرب على الجزائر، في حين دافع الإعلام المغربي عن حقه في التمسك بمواقفه الوطنية. أدى ذلك إلى تصاعد التوتر بين البلدين وتأثيره على المشهد الرياضي. في النهاية، يمكن القول إن أزمة خريطة المغرب على قميص نهضة بركان لم تكن مجرد قضية رياضية، بل كانت بمثابة شرارة أشعلت خلافات أعمق بين البلدين. استقالة غاريدو من تدريب اتحاد العاصمة تضاف إلى سلسلة التحديات التي يواجهها الفريق، وتبرز الحاجة إلى إيجاد حلول دبلوماسية لتخفيف التوتر بين البلدين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ضعف مسؤولين تاع كرة القدم بما بهم فهمت رئيس الفيدرالية. إذن إخواني الكرام، مرة أخرى النظام العسكري الجزائري يورط دولة الجزائر والشعب الجزائري ويضيع شباب الجزائر مضيعة كبيرة، خصوصا حينما يتعلق الأمر بإقصاء فريق قاتل وحارب وكافح من أجل أن يصل إلى مستوى معين، وقد وصل إلى النصف النهائي، وكان من المنتظر أن يواجه فريق نهضة بركان ليتأهل إلى النهائي ولمواجهة نادي الزمالك، وهو الفريق الذي انتصر عليه مسبقا في الدورة الماضية، وكذلك انتصر حتى على فريق الأهلي فريق القرن سيد إفريقيا. فاتحاد العاصمة هذا كان فريقا رائعا منظما بشكل جيد، وكان له مدرب أيضا في منتهى الروعة، وكان قادر هذا المدرب على تجاوز عقبة نهضة بركان والفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، لم لا؟ ولكن الكبرانات أعداء وطن الجزائر أرادوا إقصاء فريقهم، فريق الشعب الجزائري اتحاد العاصمة، وتأهيل نهضة بركان لمواجهة الزمالك، وكأن هؤلاء الحكام الذين يحكمون الجزائر هم أعداء لهذه الدولة، ولكن بصراحة غباؤهم هو الذي يقودهم لمثل هذه التصرفات الشنيعة ضد أبناء الشعب الجزائري. نسأل الله العلي القدير أن يخلص أبناء الشعب الجزائري من هؤلاء الأوباش. ألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم.